ذي القرنين اشرحيها. طيب بما اننا مكملين في سورة الكهف، وده السؤال الثاني اللي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم اتسأله عن رجل طواف بلغ مشارق الارض ومغاربها، كان ذو القرنين. طيب ذو القرنين اتسمى ليه اصلا بذو القرنين وايه حكايته؟ تعالوا بينا نحكيها ونشوف الحكايه. ذو القرنين يقال في التفاسير وفي تفسير ابن كثير ان هو رجل مؤمن آمن ايام سيدنا ابراهيم عليه السلام وطاف بالكعبه بعد ما بناها سيدنا ابراهيم، وده ينفي تماما بقى الاقاويل اللي بتقول ان ذو القرنين هو الاسكندر المقدوني اللي بنى الاسكندريه. الكلام ده بعيد تماما عن الصحة وممكن تكون إسرائيليات بقى، ونخلي بالنا من الحاجات دي لأن مش كل حاجة بنصدقها، بدليل إن الإسكندر المقدوني أصلا كان أيام اليونانيين، وده كان قرب مثلا وقت سيدنا عيسى عليه السلام، ففرق بينهم كبير. لكن ده كان ملك عادل وصالح أسلم على يد سيدنا إبراهيم عليه السلام. طب ليه تسمى بقى بذو القرنين؟ اختلف العلماء عن سبب التسمية، منهم اللي قال إنه تسمى بذو القرنين عشان ملك فارس والروم، ومنهم اللي قال إنه تسمى بذو القرنين عشان بلغ قرني الشمس، يعني بلغ مطلع الشمس وبلغ مغربها، ومنهم اللي قال إن هو كان عنده ضفيرتين والضفاير بتتسمى قرن. بس كل التفاسير دي اجتهادات من العلماء ومحدش أكد الموضوع بصراحة عامة، ويفضل الأمر غيبي والله أعلم به. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما اتسأل عن ذو القرنين قال في حديث بما معناه أنه لا يدري إذا كان ذو القرنين نبي أم لا، ويبقى بس اتفاق العلماء على أنه نبي عادل أو ملك صالح، بدليل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ملك الأرض 4، مؤمنان وكافران، أما المؤمنان فكان ذو القرنين وسليمان عليه السلام، وأما الكافران فكان النمرود وبخت نصر، وسيملكها 5 من أهل بيتي. فكده اتفقنا على أنه ذو القرنين كان ملك عادل. ويجي هنا بقى الحكمة من القصة ومربط الفرس، انه كان ملك عادل ربنا هيأ له واداله كل الاسباب والوسائل الممكنه اللي تخليه يقدر يحكم مشرق الارض ومغاربها بكل عدل وقوه وحكمه كبيره، وكل ده في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ووصل بالاسباب دي زي ما القران بيحكي لنا في الاول الى مغرب الشمس، ولقى الشمس بتغرب في عين حمئه، يعني من النظره البشريه كانها بتنزل في الميه اللي قدامه. فلقى هناك قوم مش مؤمنين، وربنا سبحانه وتعالى مكنوا عليهم وخيروا بين انه يعذبهم او يدعوهم للحسنى، فاختار ذو القرنين بحكمه انه يدعوهم بالحسنى. اللي هيتمرد ويرفض هيعذبه في الدنيا ويرجع لربنا سبحانه وتعالى يعذبه في الاخره، واللي يسمع الكلام ويامن بالله هيتعامل بالمعروف وبالحسنى وهيرجع لربنا سبحانه وتعالى وينال جزاؤه الجنه. وده دليل على ان ذو القرنين ملك عادل وحكيم ومؤمن بالبعث والحساب والجزاء. وبعدين ذو القرنين اخذ بالاسباب تاني وسلك طرق تانية لحد ما وصل مطلع الشمس، ولقى عندها قوم متخلفين وما عندهمش لا بيوت تحميهم من الشمس ولا لبس ولا جزم ولا اي حاجه، ما عندهمش اي تمدن خالص ولا حاجه تسترهم حتى من الشمس. ويقال ساعتها ان ذو القرنين ساعدهم في بناء البيوت والله اعلم. فاخذ ذو القرنين طريق ثالث بين المشرق والمغرب لحد ما وصل بين جبلين عاليين، لقى وراه قوم لا يفقهون قوله، يعني لغتهم غريبه ومش مفهومه وعندهم قله حيله. اشتكوا لذو القرنين من فساد ياجوج وماجوج، وقالوا له انه ياجوج وماجوج اللي هم بالمناسبه قبيلتين من نسل يافث بن نوح عليه السلام، وكانوا بيعثوا في الارض فسادا زي ما بيقولوا، يعني كانوا بيخرجوا عليهم من ثغره بين الجبلين دول ياكلوا اكلهم ويقتلوا نسلهم ويسرقوا وينهبوا، ما بيخلوش حاجه ما بيعملوهاش. فاشتكوا لذو القرنين وقالوا له ان احنا حالتنا صعبه ومش عارفين نعمل ايه، فهل بقى نجعل لك خرجا، فممكن نديك فلوس تعمل لنا ردم كده بيننا وبينهم وتحمينا منهم. وهنا بقى بتظهر حكمه وعلم وعدم طمع ذو القرنين في الفلوس او في الجاه، زي اي ملك بقى مكانه ممكن يستغل الفرصه. لكن ذو القرنين قال لهم لا، انا مش عايز فلوسكم، انا عايز عددكم وقوتكم، اعينوني بقوه. فحولهم من قوم ما عندهمش حيله وما عندهمش قدره وكساله الى قوم عايزين يشتغلوا وبيعملوا بايديهم الحاجه، علمهم ان هم يقوموا يعملوا شغلهم بايديهم، وعمل معاهم معجزه هندسيه في وقتها ما كانش حد يعرفها خالص. وده برضو من الاسباب والتمكين والعلم اللي ربنا سبحانه وتعالى اداه لذو القرنين، وهو سخره في مساعده الناس وطاعه ربنا سبحانه وتعالى. فقال لهم هاتوا لي زبر الحديد، عشان في حد برضو سأل على زبر الحديد، قطع الحديد الكبيرة، وحطوها لي كده فوق بعض فوق بعض لحد ما وصلت لأعلى نقطة بين الجبلين، فتسدت الثغرة بين الجبلين وبقى كلها حديد. وقال لهم هاتوا بقى ولعوا تحت الحديد ده بالحطب والفحم بالمنافخ، انفخوا لحد ما الحديد كله انصهر في بعضه وبقى حتة واحدة. وقال لهم بعد كده هاتوا القطر اللي هو النحاس المذاب أو المنصهر، أصبوا على الحديد اللي بقى كتلة واحدة ومنصهر والتحم ببعضه، فبقى جدار أملس قوي جدا. واكتشف العلماء بعد كده بسنين ان النحاس والحديد لما بيجتمعوا مع بعض بيكونوا اقوى السبايك، سبيكه ما ينفعش ابدا انها تتكسر. فبقى جدار املس قوي مانع سد متين صعب جدا ان هم يطلعوا عليه
فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، ولا إن هم يعرفوا يحفروا ويعملوا ثقب وينقبوا فيه. ودي كانت من معجزاته. وقال بعدها ذو القرنين هذا رحمة من ربي، إن اللي عمله ده كان رحمة من ربنا، نسبها لربنا سبحانه وتعالى مش لنفسه، قالش بقى بذكائي وبشطارتي وقدرتي وعلمي، لا. فكان ذو القرنين مثال للملك الحاكم المتواضع المؤمن بحق. لو أول مرة بقى تعرفوا المعلومات دي عن ذو القرنين اكتبوا لي في الكومنتات. ما تنسوش طبعا تحفظوا الفيديو وشير مع أصحابكم، خلي الكل يعرف المعنى ويعرف القصة ويستفيد. وما تنسوش تكتبوا لي لو عايزين قصص تانية في الكومنتات.